الرضا يا جماعة، الرضا أهم حاجة في الحياة. نرضى بقضاء الله، شئنا أم أبينا كده كده قضاء الله نافذ. طبعا كلنا عارفين سيدنا سليمان ربنا اداله كل لغات الطير وكل لغات الحيوانات. فجاله واحد قال له: يا سيدنا سليمان علمني لغة القطط، أنا عندي قطط وعايز أتعلم لغة القطط. فسيدنا سليمان دعا له ربنا إنه يتعلم لغة القطط، وقد كان. فالراجل وهو قاعد في مرة سمع قطة بتكلم قطة تانية بتقول لها: أنا جعانة جدا وهموت من الجوع. قالت لها: صاحب البيت عنده ديك، والديك ده هيموت بكرة وهناكل. فصاحب البيت خد بعضه وجري، خد الديك وراح باعه. فالقطط لما عرفوا كده زعلوا جدا. قطه زعلت فبتقول لها: يعني احنا كده هنموت من الجوع. قالت لها: ما تقلقيش، صاحب البيت عنده خروف وهيموت بعد بكره. فطبعا هو سمع الكلام ده، خد الخروف وخد بعضه وجري، راح باعه ورجع. فسمع القطه بتقول للتانيه: انا خلاص بموت من الجوع، مش قادره، ايه الحل؟ مفيش حلول. قالت لها: لا، في حل، صاحب البيت نفسه هيموت وهيعملوا له مأتم وهناكل فيه. فصاحب البيت لما عرف اتخض، جري على سيدنا سليمان، قال له: جدي انا هموت، اعمل ايه؟ قال له: ربنا فداك الاول بالديك وانت رفضت، ربنا بعد كده فداك بالخروف وانت رفضت، قضي الامر. الرضا. لو كان رضي من الاول انه يضحي بخروفه عشان خاطر القطط تاكل، اعتقد كان الموضوع بقى اسهل بكتير.